الجزيرة العربية. دي وثيقة صومالية من أكثر من 120 سنة يدعو فيها مشايخ الصومال، أهالي الصومال، إنه يوجهوا الزكاة لأهل نجد والحجاز، حيث كانت البلاد تعاني في تلك الفترة من أشد موجات القحط والمجاعات على وجه الأرض. واليوم صاروا هم في مجاعة ونحن نجمع لهم التبرعات، فلنحذر فإن النعمة لا تدوم والأيام يداولها الله بين الناس. هكذا هو الأمر. واليوم صاروا هم في مجاعة ونحن نجمع لهم التبرعات، فلنحذر فإن النعمة لا تدوم والأيام يداولها الله بين الناس. هكذا هو الأمر. ده اللي حصل من 120 سنة قبل اكتشاف أي حاجة، قبل إنشاء الدول من أساسه، قبل بتاع. تعال نشوف مشايخ من الخليج وهم بيتكلموا ويوثقوا هذه القصة، واللي خرجت الوثيقة بتاعتها النهاردة سبحان الله، ردا على إن الإمارات قفلت المستشفى وخدتها وروحت. قبل 120 سنة صدرت فتوى من علماء الصومال بدفع الزكاة لأهل نجد. فالأمور تتغير وتتقلب هذه الدنيا. قال ايش رايك اخبرك عن تاريخكم؟ قال ايش تاريخنا؟ قال له انتم اهل الجزيره كنتم تاخذون الزكاه من الصومال. طبعا بعض الناس ما يصدقوا مثلا الصومال فقير الان. الصومال وجد عن علمائهم فتوى من احد المواطنين الصوماليين يقول: يا ايها المشايخ، إن إخواننا المسلمين في الجزيرة محتاجون فقراء ومساكين، فهل يجوز أن نخرج زكاتنا في إخواننا في الحجاز؟ فأجاب علماء الصومال: نعم، إن إخوانكم محتاجين وأنتم لديكم الفضلة ولا يوجد لديكم الفقير والمحتاج، فأخرجوا زكاتكم في إخوانكم في الجزيرة. اسمعوا كيف؟ ماذا الحال الآن؟ ده اللي حصل زمان، ده اللي حصل زمان. لكن مع كل أسف النظام الإماراتي استخدم كل الأساليب بتاعة المعايرة في معايرة أهل الصومال وابتزازهم بمساعدتهم، زي ما شيخ اسمه إماراتي أحمد موسى طلع عمل كده، قلته لك امبارح، وكل القنوات الإماراتية حملة شعواء على إخواتنا الغلابة في الصومال عشان قرروا إن يكونوا مستقلين في القرار.